ونزل مسلسل موعد مع الماضي اللي يعتبر احنا عملنا عنه تريلر رياكشن من اكتر من 6 شهور، واخيرا نزل المسلسل. فهل يا ترى المسلسل عجبني ولا لا؟ كل ده هنجاوب عليه بس بعد ما نخش على الانترو على طول. بس قبل ما نبتدي الحلقه بتوع افلام، اتمنى طبعا تظبطوني لايكات كتيره جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب شانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. وطبعا اوعوا تنسوا كل الدعم لكل اخواتنا في الوطن العربي سواء بالدعاء او سواء بالتبرع. هسيب لكم لينكات التبرع لاهلنا واخواتنا في غزه تحت في الديسكربشن. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مسا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا مسلسل موعد مع الماضي من بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، راكين سعد، شيرين رضا، هدى المفتي، شريف سلامة، تامر نبيل، محمد علاء ومحمد ثروت. والمسلسل من اخراج المخرج الجامد جدا سدير مسعود، المخرج السوري سدير مسعود. والمسلسل من تأليف محمد المصري. وبالمناسبة بتوع افلام، المسلسل ده من نوعية المسلسلات اللي هي بتبقى من انتاج نتفليكس وبيقتبس منها وبتتعمل منها كذا نسخة. مسلسل اتعمل منه نسخة مكسيكي قبل كده نزلت سنة 2021 بعنوان هو كيلد سارة، يعني البطلة كان نادية هي كانت سارة. ولو تفتكروا اساسا مسلسل موعد مع الماضي كان قبل كده كان اسمه من قتل نادية، وغيروا اسم المسلسل الى موعد مع الماضي. ودلوقتي خلصت المسلسل بعد ما خلصت 8 حلقات من المسلسل. هل يا ترى المسلسل حلو وعجبك ولا لا؟ هل المسلسل من اكتر المسلسلات اللي عجبتك؟ هل المسلسل على قد الانتظار ده كله وكل الكلام ده؟ احب اقول لكم بتوع افلام ان المسلسل عجبني جدا جدا جدا، ولو ما كانش عجبني ما كنتش خلصته في يوم واحد. انا اتفرجت على ال8 حلقات كلهم امبارح، خدتهم 8 حلقات ورا بعض، كنت مبسوط جدا، كان في حماسه قويه جدا في المسلسل، ويعتبر من اقوى المسلسلات اللي نزلت في 2024 ده بدون نقاش، لان اساسا الاعمال والمسلسلات اللي نزلت في 2024 تلاقيها قليل جدا الكواليتي بتاعتها وصلت للمستوى ده. وده اللي انا كنت متوقعه الصراحه. يعني هنبتدي بالايجابيات. متوقعه ليه يا ابو حميد؟ لان عايز اقول لكم ان في الشانل هنا في خلال ال5 سنين انا ما عملتش، او يعتبر في مسلسلين وحاد هم اللي اخدوا يعني التقييم النهائي 10 من 10. كانوا مسلسلين لو تفتكروا بقى بتوع افلام، انتوا فاكرين ايه هم ولا لا؟ ولكن هم في كل اسبوع يوم جمعه كان من بطوله آسر ياسين ومنى شلبي، والمسلسل الاخر كان منعطف خطر كان من بطوله باسل الخياط وباسم سمره ومن اخراج السدير مسعود. ففي عنصرين مع بعض يعني هيجتمعوا في مسلسل واحد، هم آسر ياسين والمخرج السدير مسعود. فجت النتيجه قويه جدا. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان انا منبهر بالتصوير بتاع المسلسل. يعتبر احنا ما وصلناش للكواليتي دي قبل كده في المسلسلات، كان من ناحيه تصوير، من ناحيه السسبنس، من ناحيه انك انت فعلا بتحس انك انت بتتفرج على مسلسل من نوعيه المسلسلات الاسبانيه، الحاجات دي اللي هو حاجات بتاعه نتفليكس. ففي فرق كواليتي قوي جدا، وده يعني المتميز بتاع سدير مسعود. حتى في بصمه كده بتاعته لو تاخدوا بالكم بيعملها في كذا مسلسل، غير الالوان اللي بتبقى موجوده في المسلسل كتير، ان لازم يبقى في عربيه كلاسيك، او هو بيحب غالبا العربيات الكلاسيك، لان كانت موجوده في منعطف خطر وكانت موجوده في عربيتين 3 في مسلسل موعد مع الماضي. فبرافو سدير مسعود. منتظر بقى يعني ينزل فيلم بقى، عايز اشوفه في السينما هيعمل فيلم عامل ازاي. وبرده من اهم ايجابيات المسلسل بالنسبه لي ان ال8 حلقات انت قاعد بتتفرج على مسلسل، وبالنسبه لناس كتيره جدا انا متاكد لو ابتدوا المسلسل من اول البدايه كده تحس ان انت عايز تكر وتوصل للنهايه، عايز تعرف الحقيقه فين وكل الكلام ده. من النوعيه دي هي قريبه برضو لو انت فاكر منعطف خطر، فكره ان حصلت جريمه قتل وبنحاول نشوف مين القاتل، ولازم تشك في كذا واحد قدامك وتفضل انت خلاص هو ده اللي هيبقى هو ده القاتل، ولكن فيما بعد بتكتشف حاجة تانية وحاجة مختلفة. فهو في النوعية دي بيعرف يعملها، بيعرف يشد جدا الأحداث، بيعرف يخليك عايز توصل لحد الآخر، عايز تعرف إيه اللي هيحصل. فدي كانت معمولة حلوة جدا. نفس الكلام أداء ممثلين من الكل يعتبر كان حلو. آسر ياسين قدم دور جامد جدا، معقد جدا، اختلاف في الشخصية حصلت فيه بعد 15 سنة. يعني أنا مش عايز أحرق، بس يعني أتمنى أي حد بيتفرج على المسلسل، أنتوا شايفين إن أنا عاجبني المسلسل فاتفرجوا عليه، بعد كده ارجع عندي في التقييم ممكن حاجه او حاجتين يفلتوا مني فغصب عني يعني. فانا بقول لك اهو من دلوقتي اتفرج على المسلسل، مش هياخد منك وقت طويل. بالمناسبه يعني بتوع افلام، المسلسل 8 حلقات و
اقصى حلقه غالبا كانت 50 دقيقه، ويتراوح ما بين 45 دقيقه حاجه زي كده. يعني الحلقه الاخيره كانت 34 دقيقه، يعني نص ساعه واربع دقايق. فانت ممكن تاخده في يوم، او يعني وانت قاعد كده في قعده واحده تخلص المسلسل كله. فروح وارجع لي، عشان زي ما بقول لك ممكن تفلت مني شويه. فانت بتشوف اختلاف الشخصيه بتاعته ووصلته لايه، والعلاقه اللي بينه وبين محمد ثروت كانت حلوه جدا. عجبني ان الليميت بتاع محمد ثروت في الكوميديا كان عنده ليميت معين، ما كانش واخد الدور كفرس كوميدي، وكان دور حلو جدا عمله. ونفس الكلام بالنسبه لي، واحد من اقوى ادواره يعني في خلال الفترة الأخيرة لا أذكر دور عجبني جدا الفنان الكبير محمود حميدة قد دوره في المسلسل ده. دور جامد جدا لايق عليه، يعني ما اعتقدش ان اي حد ممكن يكون لايق عليه الدور ده قد محمود حميدة. نفس الكلام شيرين رضا، يعتبر دور مش مختلف عنها ولكن كانت قايمة بدور مقبول. ونفس الكلام برضو طبعا الممثلة اللي كانت مميزة جدا في المسلسل راكين سعد. وانت عمال كل شويه عمال تلم البازل بتاعه المسلسل لحد ما توصل لحاجه معينه. يعني مش عايز احرق قوي برضو، بس اللي هو في الاخر المسلسل هتوصل لحته معينه كده، ومع شخصيه راكين سعد تسترجع حاجات كتير معاها، هتقول دي كانت في الاول كانت كذا، وكانت بتقول ان هي بتنسى كتير ومسقطه حاجات كتير، فحاجات بتجمعها كانت معموله حلو جدا الصراحه. ونفس الكلام برضو بالنسبه للفنان شريف سلامه وتامر نبيل، كانوا قايمين بادوار مقبوله. تامر نبيل انتوا عارفيني ممثلين اللي انا بحبهم جدا، واتمنى ان انا اشوف ادوار كتير، ولكن نيجي عند حته معينه جدا ونجمين ان شاء الله يبقوا نجوم في المستقبل باذن الله، وهم عمر شريف بدر وايضا يوسف رأفت، اللي كانوا قايمين بادوار آسر ياسين وتامر نبيل وهو صغير. يعني انا اول ما شفت اللي قايم بدور تامر نبيل وهو صغير قلت اكيد ده لما يكبر هيبقى تامر نبيل. فده شغل كاستنج هايل الصراحه. نفس الكلام اللي قايم بدور آسر ياسين وهو صغير، عمل آسر ياسين بالظبط. ده غير ان اداؤه التمثيلي كان حلو جدا، والمشاهد اللي كانت ما بينه وبين محمود حميدة، المشهد بتاعه وهو في قفص السجن كان معمول حلو جدا. فبرافو عليهم، واتمنى ليهم نجاح باهر في المستقبل باذن الله. ونفس الكلام برضو اللي قام بدور مالديني في المسلسل، اكتر من رائع، برافو عليه جدا، وقام بدور حلو جدا. وفعلا انا كنت حاسس بيه في مشاهد كتير قوي الصراحه. محمد علاء في المسلسل ده هو ترمينيتور بالنسبه لي، قايم بدور ارنولد شوارزنيجر في فيلم ترمينيتور الجزء الاول خاصه. تحس ان هو آلة قتل، ماشين فعلا بتمشي وتتحرك ومجرد للقتل فقط لا غير. انت تحس ان الشخصيه دي آلة فعلا، ولكن هو طبعا بني ادم وكل حاجه، بس قام بالدور حلو جدا. مشاهد الاكشن اللي كانت في الفيلم كنت اتمنى ان هي تبقى اعلى من كده، مش اعلى ككواليتي، كنت اتمنى ان انا اشوف مشاهد اكشن كتير في المسلسل. ولكن المشهد اللي كان معمول غالبا في الحلقه السادسه اللي هو ما بين آسر ياسين ومحمد علاء كان قوي جدا، معمول حتى اللي هو تحت المطر بالطريقه بالاسلوب بكل حاجه، كانت معموله بطريقه حلوه جدا. برغم ان انا كنت اتمنى ان محمد علاء يفضل معانا شويه اكتر في المسلسل، ونشوف لقاء ما بينه وبين آسر ياسين تاني في المسلسل. وبالنسبه لصبا مبارك، قامت بدور حلو، كنت اتمنى من دورها خاصه ان هو كان يبقى بارز اكتر من كده، كانت تبقى ظهورها اكتر من كده شويه. نفس الكلام هدى المفتي عملت دور حلو، هي مفروض ان هي ما تظهرش كتير، ولكن احنا بنشوفها من خلال طبعا الشرايط والحاجات دي. قامت بدور كويس وصدقتها في مشاهد كتير. وبرده من ايجابيات المسلسل، من اكتر حاجات الروعه اللي في المسلسل يا جماعه، الموسيقى التصويريه لامين بوحافه قويه جدا، خاصه في مشاهد الاكشن. واللي بيختار الاغاني، اللي اختار اغنيه مولاي للطفي بوشناق في المسلسل كانت قويه جدا الصراحه. هل يعني يا ابو حميد كده يعني هل المسلسل كده كله ايجابيات مفيش اي سلبيات خالص؟ لا، نيجي عند سلبيات المسلسل. بالنسبه لي سلبيات المسلسل مش كتيره قوي، ولكن كان في حاجات يعني خارج المنطق، تحس ان هي ده عمل مقتبس من حاجه اجنبيه. في حاجات تحس ان هي ما كان يعني حاجات كتيره جدا خارج المألوف عن واقعنا في مصر. مش بكلمك في فكرة ان يحصل جريمة قتل او الكلام ده، فكرة ان مثلا مشهد الاكشن اللي حصل في الاوتيل ده تحس ان هو صعب يحصل في مصر مثلا. يعني الموضوع مش هيبقى موضوع ايزي قوي كده، مش هيبقى موضوع متساهل. نفس الكلام فكرة زي ما بقول لك شخصية صبا مبارك دي، انا كآسر ياسين اول ما اخرج من السجن هشك فيه
هي صبا مبارك او الشخصيه اللي كانت قايمه بيها دي. انا مش عارف، قعدنا فتره طويله جدا لحد ما اخد باله ان ايه ده، دي فين دي، ودي كانت المفروض اول شخصيه المفروض الواحد يشك فيها. وبرغم ان المسلسل 8 حلقات، وبرغم ان انا بقول لك ان فعلا هتاخد المسلسل كله في قعده واحده ومحمس جدا ويخليك تفضل عايز تعرف ايه اللي هيحصل كل الكلام ده، كان في برضو بعض من المط. هتقولي ازاي يا ابو حميد يعني ده 8 حلقات، انت عايز ايه اكتر من كده؟ يعني كان ممكن يبقوا 8 حلقات برضو، بس في مشاهد كنت بحس ان هي بتطول شويه، في مشاهد كان ممكن تسرع شويه وكان الريتم ممكن يبقى اسرع شويه. ولكن في الاول وفي الاخر هي تجربه حلوه جدا، تجربه انبسطت بيها قوي. ويعتبر المسلسل يعني بيدي رساله واضحه جدا ان اعلى الاعمال المسلسلات عموما السنه دي والسنه اللي فاتت وممكن السنه اللي قبليها هم اللي بيبقوا خارج الموسم الرمضاني. فدي رساله واضحه ورساله صريحه ان احنا نكتر من الاعمال دي ونعمل الاعمال دي، ومش لازم نكربس نفسنا في الموسم الرمضاني فقط لا غير. انا مبسوط جدا بالمسلسل ده، واتمنى ان احنا نشوف نوعيات كتيره جدا من نوعيه المسلسل ده. وفي مسلسلات كتيره جدا برضو نزلت خلال الفتره دي وهتنزل برضو في شهر ديسمبر كتيره، وهنعمل عنها حلقات باذن الله. ولكن في الاول في الاخر طبعا تقييمي لمسلسل موعد مع الماضي هو 8 من 10. ونيجي عند سؤال الحلقه الاحلى بتوع افلام. ايه اكتر مسلسل عجبك في 20 او اكتر؟ يعني يعملوا لي لسته لاكتر 5 مسلسلات او اكتر 10 لو عارف او قادر تكتب اكتر 10 مسلسلات عجبوك في سنه 2024. سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات او اكتبوا الاجابات بتاعتكم تحت في الكومنتات وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام اتمنى طبعا تظبطوا لي لايكات كتيره جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب تشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. وطبعا اتمنى منكم كل الدعم لكل اخواتنا في الوطن العربي سواء بالدعاء او سواء بالتبرع. هسيب لكم لينكات تبرع لاهلنا واخواتنا في غزه تحت في الديسكربشن. واحلى مسا عليكم.